بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة بتتكرر كتير معانا ومع ناس كتير. القصة النهاردة بتتكلم عن شاب اسمه كريم. هو شغال في وظيفة وزي ما احنا عارفين راتبها يعني مش قد كده. كريم في يوم من الأيام وهو راجع بالليل متأخر ومفيش في جيبه غير 10 جنيه. راجع متضايق ومخنوق وزهقان وتعبان وظروفه مش تمام. كريم وهو مروح شاف واحدة ست كبيرة شبه نايمة كده على جنب وحط ايديها على خدها وقاعدة. كريم بص للست دي وحزن جدا على شكلها وعلى قعدتها، وساب كل همومه والأفكار اللي كانت في دماغه وبدأ يفكر في الست دي وقد ايه هي تعبانة وقد ايه هي آه، محتاجة. كريم فضل مركز مع الست وبصص لها كتير جدا وفكر ان هو يساعدها. وهو بيفكر ان هو يساعدها دماغه عمالة تروح وتيجي مشغولة بان هساعدها بايه، انا مش معايا غير 10 جنيه، هي دي اللي في جيبي. من غير تردد فكر كريم بسرعة ان هو يروح ويدي للست الكبيرة العجوزة اللي قاعدة على جنب بأكياس المناديل ان انا هديها ال10 جنيه. وفعلا كريم عمل كده، اداها ال10 جنيه. كان مفكر ان هو هيبقى حزين ان هو مفيش في جيبه ولا جنيه، لكن بعد ما اداها ال10 جنيه حس بسعادة رهيبة ان هو قدر يساعدها. كان كل همه ان هو يدخل البسمة على وش الست دي. كريم اداها ال10 جنيه وروح بيته ونام وصحي الصبح راح شغله كالمعتاد. وهو داخل شغله المدير بتاعه نادى عليه، قال له: كريم، انا بسمع ان انت اخلاقك كويسة وان انت انسان محترم وامين. انا هنقلك من المكان اللي انت فيه لمكان تاني اعلى في نفس الشركة، ولكن بمرتب اعلى شويتين. كريم طبعا اتبسط جدا 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 وبقى طاير من الفرح. قد ايه جزاء ربنا سبحانه وتعالى سريع وجميل. وهو ماشي مزقطط وطاير وعمال يرقص من جواه افتكر الست اللي كانت قاعدة على جنبه شبه نايمة وهي تعبانة وقاعدة عشان جنيه أو 2 جنيه. كريم قرر إن هو بعد كده في أي ضيق أو أزمة يتعرض لها هيتصدق. الحكاية دي بتحصل معانا كلنا بنتعرض لمواقف كتير وبيروح عن دماغنا الصدقة، ولما بنفتكرها ولا حد بيفكرنا بنجري ونتصدق واحنا فرحانين جدا، وبعد الصدقة بنلاقي خير مفيش بعده خير. ياريت ما ننساش موضوع الصدقة ونفكر بعض بيه، والله بيحل مشاكل كتير وبيخرجنا من أزمات كتير. وحتى لو ما حصلش ده بيمنع عننا أذى كتير جدا.